دي إيما عايشة في مدينة شيكاغو وشغالة في مجال التسويق والدعاية، وبتكون في اجتماع شغل مع عميل ومش عارفة تقول ايه بخصوص المنتج بتاع شركتها اللي بتعلن عنه واللي اسمه باندا، بس بترتجل وبتقول أي كلام يجذب الانتباه عشان الناس تشوفها شاطرة عشان تترقى في شغلها. وبيقول لها العميل إن المستهلكين كلهم من فئة كبار السن ومش هينفع تسويق المنتج يكون بطريقة تناسب الجيل الجديد من الشباب، وما بتسمعش إيما كلامه وبتفضل ترج إزازة المشروب وبتفتحها وبتفور الصودا في وش العميل. وبتخاف إيما وبتترجى العميل إنه ما يقولش على اللي حصل لمديرها في الشغل. وبتروح إيما المطار وهي محبطة وبتتصل على ليسي صاحبتها وبتقول لها على اللي حصل، وبتكون خايفة تترفض لأن دي تالت وظيفة ليها خلال 4 سنين. وبتهون ليسي عليها وبتقول لها إن الناس الناجحة دايما بيقعوا في مشاكل. وبتيجي إيما تركب الطيارة وبتروح تقعد في الدرجة المتوسطة، لكن مضيفة الطيران بتلاحظ إنها بتمر بيوم صعب، فبتقول لإيما إن في مكان فاضي في الدرجة الأولى وممكن تقعد فيه من غير تكلفة إضافية. فبتفرح إيما وبتروح تقعد في مكانها، وبيقعد جنبها واحد اسمه جاك وبيتكلم في الموبايل. وبعد دقايق من إقلاع الطائرة بتتعرض الطيارة لمطبات هوائية عنيفة وبتتهز جامد وبيصوت الركاب. وبتدخل إيما في نوبة هستيريا وبتعيط وبتقول لجاك اللي قاعد جنبها إنها لسه محققتش أحلامها زي تسلق الجبال أو يكون عندها أطفال أو ترسم وشم. وبتفضل تقول حاجات محرجة عن نفسها وبتقول إنها بتكره شغلها وإن أول اجتماع شغل ليها مع عملاء فشل وإنها مش هتترقى. وبتتكلم عن كونر حبيبها اللي مجنون بموسيقى الجاز واللي إيما ما بتحبهاش، وبتقول إن عمرها ما حست بالحب وإن في حد بيحبها بجد. وبتفضل إيما تتكلم نص ساعة عن فضايحها وأسرارها لحد ما بيفوقها جاك وبيقول لها إنهم وصلوا والطيارة نزلت أصلا. وبتتفاجئ إيما وبتقوم من مكانها وبتنزل من الطيارة من غير ما تتعرف على جاك، وبيستقبلها كونر في المطار. وبتعيط إيما عشان هي أصلا ما بتحبوش ومش عارفة تقول إيه، وبيفتكرها كونر إنها بتعيط بسبب ضغط الشغل. وبيشوفهم جاك من بعيد وبيبقى عارف إيما بتعيط ليه. وتاني يوم بتروح إيما مع زميلها كسل الشغل، ولما بيطلعوا الشركة بيلاقوا الدنيا مقلوبة والموظفين بيغيروا الديكور بتاع المكان. وبيقول نيك زميلهم إن جاك رئيس الشركة على وصول. وبتزعق سابيل المديرة لإيما على اللي عملته امبارح في اجتماعها في مدينة شيكاغو، وبتقول لإيما إنها هتتصرف معاها بعدين لما جاك يمشي. وبتطلب منها ما تتكلمش عن منتج باندا قدامه، وبتجذب سابيل انتباه الموظفين وبتقول لهم يتصرفوا بطريقة كويسة في وجود رئيس الشركة. وبيوصل جاك للشركة وبتتصدم إيما لما بتعرف إن رئيسها نفس الشخص اللي كان معاها في الطيارة وقالت له على فضايحها. وبتبقى إيما محرجة وبتخبي وشها بشعرها عشان ما يشوفهاش، لكن سابيل بتشيل شعر إيما من على وشها عشان تسلم على جاك وترحب بيه في شركته. وبيسألها جاك عن رأيها بخصوص القهوة اللي بتتقدم في الشغل، وبتفتكر إيما لما قالت له إن القهوة في شغلها طعمها يقرف، وبتقول له قدام سابيل إن القهوة طعمها تحفة. وبيقول جاك للموظفين إنه متشوق عشان يتعرف عليهم أكتر، وبيبص لإيما وهو بيضحك. وبيبقى جاك قاعد في مكتبه وصورته مع بيت زميله موجودة في الخلفية بتاعة اللابتوب بتاعه. وبيبقى سبب وجود جاك إنه هيدير فرع الشركة اللي إيما شغالة فيها بعد وفاة بيت. وبتروح له إيما المكتب وبتقول له إنها ما كانتش تعرف هو مين لما كان معاها على الطيارة، وبتطلب منه ما يفصلهاش من الشغل. وبيوافق جاك على شرط واحد وهو إنها ما تقولش لأي حد إنه كان في مدينة شيكاغو. فبتحس بارتياح وبتوافق وبتقول له ما يقولش هو كمان لأي حد على اللي هي قالته امبارح. وبيعمل كونر اجتماع في الشركة وبيتكلم عن الحملة الدعائية لمنتج باندا، وبتكون طريقة كلام كونر في الإلقاء مملة جدا. هو بيقول إن الشركة لازم تعمل استفتاء مع الشباب بخصوص المنتج، وبينتهي الاجتماع بعد ما بيقول جاك إنهم لازم دايما يستخدموا طرق سهلة وده في تعاملهم مع بعض عشان الشغل يمشي. فبتنده على كونر في الشغل عشان يجربوا حاجة جديدة مع بعض، لكنه بيرفض لأن ده وقت الشغل. فبتنفصل إيما عنه وبترجع للشغل وبتحكي لصاحبتها على انفصالها، وبتقول لها جيما إنها كانت غلطانة لما كانت بتتعامل مع كونر بمصداقية. وفي يوم في الشغل بتتكلم إيما مع زميلها نيك إنها تستخدم الحملة بتاعته وتعمل عنها إعلان في مجلة. وفجأة بتنده سابيل على إيما وبتقول لها جاك عايزها في مكتبه، وبيوري لها جاك شعار المنتج وبياخد رأيها فيه. وبيكون عارف موضوع انفصال إيما عن كونر، فبيعرض عليها إنهم يتغدوا مع بعض. فبتقترح إيما إنهم يخرجوا في موعد غرامي، وبيفرح جاك وبيتفقوا إنهم يخرجوا بالليل. وبعد الشغل بترجع إيما للبيت وبتطلب من ليسي تصريح دخول لنادي ليلي فريد من نوعه، وبيرن جرس الباب وبيكون جاك وصل البيت وبتفتح له إيما وبتخليه يستناها في أوضتها وهي بتستعد. وبيتفرج جاك على أغراض إيما وبيعجب بشخصيتها والحاجات اللي هي بتهتم بيها. وبيرن موبايل جاك كالعادة لكنه بيتجاهل المكالمة عشان النهاردة في مناسبة مهمة. وبيخرج الاتنين مع بعض وبيروحوا للنادي، لكنهم بيكتشفوا إنه النادي تحت السلم وسيء جدا. وبتحس إيما بالإحباط وبتبقى مش عارفة تتصرف إزاي لحد ما بيعرض جاك عليها إنهم يشتروا سندوتشات وياكلوها وهم قاعدين جنب النهر. وهناك بيفتكر جاك إن بيت كان بيخرج معاه في نفس المكان وبيحس بالحزن. وبيرن موبايل جاك مرة تانية وبيضطر إنه يقوم من مكانه عشان يرد بعيد عن إيما، وبيتكلم عن حاجة بخصوص خطة بديلة وإنه هيسافر تاني لشيكاغو. وبيرجع تاني لإيما بعد المكالمة، ولما بتسأله المكالمة بخصوص
بخصوص إيما بيرضاش يقول لها، وبتسأله إيما هو إزاي فاكر كل الكلام اللي هي قالته في الطيارة، وليه حد زيه ممكن يعجب بواحدة زيها. فبيقول لها إنها مختلفة عن أي واحدة هو شافها في حياته، وإنه أعجب بيها لما كانوا مع بعض في الطيارة. وبيرجع الاتنين مع بعض البيت جاك، وبتسأله هو إزاي مثالي وكامل في كل حاجة، فبيقول لها على عيب فيه، وبيوري لها صوابع رجليه، وبيطلع إن عنده التصاق في الصوابع. وبتتكلم إيما مع صاحبتها بخصوص جاك وعن علاقتهم سوا، وبتقول لها جيما إنها ممكن تستخدم ده لصالحها عشان تترقى في شغلها، لكن إيما بترفض إنها تستغل جاك. وبتعدي الأيام وبيخرج جاك كل يوم مع إيما، وبتتطور العلاقة ما بينهم. بس إيما بتكون متضايقة من حاجة، وهي إن جاك دايما مشغول بمكالمات الموبايل، وحاسة إن في حد تاني في حياته. وفي يوم بترجع إيما من الشغل، وبتعرف إن ليسي بتجهز لعرض راقص مع زمايلها في الشغل، وبتبقى ليسي شغالة محامية، وزمايلها كلهم هيشتركوا في العرض بالإضافة للقاضي ذات نفسه. وبتسألها ليسي لو إيما عرفت حاجة عن ماضي جاك أو أي حاجة بشكل عام عن حياته، وبتقول إيما وهي مرتبكة لأ، هو إنها مش مهتمة بماضيه. وفي يوم في الشغل بيتجمع الموظفين وبيتفرجوا على لقاء جاك على التلفزيون، وبيتكلم جاك عن إدارة شركته لوحده بعد وفاة صاحبه بيت وشريكه، وإنه شغال في منتجات للبنات، وإن في واحدة معينة هي اللي بتلهمه. وبيقول إنها مش مهتمة بمنظرها قوي ولا بطريقة لبسها زي باقي البنات، وإنها بتكره الكعب العالي وأحيانا بتمشي حافية في البيت، وإنها بتمضغ اللبان في أي مكان من غير ما تكون محرجة، وبتشرب الكحول من الإزازة من غير ما تحطه في كوباية، وإنها بتلبس بناطيل جينز واسعة وبتحط وردة في شعرها. وبيقول عنها حاجات كتير وهو سرحان، وبيبص لها زمايلها وبيعرفوا إن جاك يقصد إيما بكلامه. وبتعيط إيما وبتمشي من الشغل، وبترجع للبيت وبتقول لها جيما مش أنا قلتلك ما تقوليش لأي راجل حاجة من أسرارك. وبيتصل جاك على إيما، لكنها بتقوله إنها مش عاوزة تشوفه تاني، وبتنهي المكالمة. وبتفكر البنتين في طريقة عشان ينتقموا من جاك ويفضحوا سر من أسراره. وبتعيط إيما وهي بتقول إنها مش عارفة عنه أي حاجة غير إن عنده التصاق، وإنه طلب منها ما تقولش لحد إنه كان في شيكاغو. وبتقول جيما إنها هتفكر في طريقة للانتقام. وبتكون إيما مع كيسي في كافيه، واللي بيقول لها إنه لو اللي حصل لها ده حصل له كان زمانه انتحر، أو كان هيكشف طريقة يرجع بيها بالزمن ويقتل عيلته عشان ما يخلفوش. وفجأة بيدخل جاك الكافيه وهو ندمان على اللي عمله، وبيطلب منها تتكلم معاه، وبتحاول إيما إنها تتجاهله، وبتطلب من كيسي إنه ما يمشيش ويسيبهم لوحدهم، لكن كيسي بيضطر يمشي لأن جاك هو رئيس في الشغل وممكن يترفد. وبتدي إيما ظهرها لجاك، وبيعتذر لها إنه أخلف بوعوده ليها، وبتفكره إنه ما قالهاش على أي حاجة عن حياته وعن السبب اللي سافر لشيكاغو عشانه. وبيقول لها إنه ما بيثقش في حد ومش هيقدر يقول لها على السر ده، وما بتستحملش إيما الوضع ده وبتمشي وبترجع لبيتها. وهناك بتقول لصاحبتها على اللي حصل، وإن جاك بيقول إن أسراره أهم من أسرارها. فبتقول جيما إنها عارفة صحفي شغال في مجلة لفتح رجال الأعمال والممثلين، وإنها هتتواصل معاه عشان يفشوا سر سفر جاك لشيكاغو. وبترجع إيما للشغل وبتحضر اجتماع مع سابيل وزمايلها، وهناك بتمدح سابيل نيك على إنه نشر إعلان المنتج في مجلة وده حقق مبيعات عالية، وبيمثل نيك إنه صاحب الفكرة وبيعيش اللحظة. لحد ما بتتكلم إيما وهي بتزعق، وبتقول إن دي كانت فكرتها وهي اللي عملت كل ده لوحدها. وبتهني سابيل إيما على اللي عملته، وبتوافق على طلب الترقية بتاعها. وبتزعق لنيك وبتقول له ما ينسبش مجهود أي حد من زمايله لنفسه، ولو ده حصل تاني هيترفد من الشغل. وبعد الاجتماع بتتكلم سابيل مع إيما، وبتقول لها إن عيون الموظفين هتبقى عليها لأنهم هيفتكروا إن إيما اترقت بسبب إنها مرتبطة برئيس الشركة، بالتالي إيما لازم تثبت نفسها في الشغل. وبتروح إيما للعرض الراقص بتاع ليسي قبل ما يبدأ، وهناك بتتفاجئ لما بتشوف جاك وهو بيعتذر لها تاني، وبيقول لها إنه كان في شيكاغو لأنه بيهتم ببنت بيت اللي مات، وإنه بيعتبر البنت دي زي بنته وبيهتم بيها وعايز يبعدها عن الأضواء لأنه مشهور، وده السبب اللي خلاه يطلب من إيما إنها تحتفظ بالسر. وبتسامحه إيما، وبيرجع الاتنين لبعض وبيتفرجوا على عرض الراقص. وبعد العرض بتهني إيما ليسي على نجاحها في العرض، وبيروح جاك يجيب شنطة إيما اللي نسيتها على كرسي المشاهدين. وفي نفس اللحظة بتيجي جيما مع الصحفي عشان يعمل لقاء مع إيما بخصوص جاك، وبيرجع جاك وبيلاقي الصحفي بيسأله هو كان بيعمل إيه في شيكاغو. فبيتضايق جاك وبيمشي من المسرح، وبتجري إيما وراه وبتعيط وبتقوله إن فهمها غلط، وبيبقى فاكرها هتبيعه للمجلات وتكسب فلوس لما تفضحه، وما بيسامحش إيما على حاجة هي أصلا ما عملتهاش. وفي يوم رحلة سفر جاك لشيكاغو وهو في الطيارة بتدخل إيما عليه وبتقعد جنبه في كرسي الدرجة الأولى، وبتقوله إنها ما قالتش حاجة للصحفي، وإنها ما كانتش بتحب نفسها لحد ما قابلته، وإنها قالت له على كل أسرارها وهو ما سابهاش وفضل جنبها، وإنها ما عرفتش أي حاجة عنه لكنها مش مهتمة عشان هي عارفة إحساسها تجاهه. وما بيردش جاك عليها، وبتيجي صاحبة الكرسي وبتطلب من إيما إنها تقوم، وبترجع إيما لكرسيها في الدرجة المتوسطة وهي متضايقة. وفجأة بيظهر جاك وبدون أي مقدمات بيحكي عن أسراره، زي إنه بيخاف ينام في الضلمة، وبيطلب جاك من الراجل اللي قاعد جنب إيما إنهم يبدلوا كراسيهم، وبيوافق الراجل طبعا لأنه هيقعد في الدرجة الأولى. وبيقعد جاك جنب إيما وبيكمل كلامه وبيحكي لها عن كل أسراره، وبيرجعوا الاتنين لبعض أخيرا وبيبدأوا حياة جديدة سوا. وبس كده بيخلص الفيلم.